السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلا كنتي من الناس اللي كيعانيو مع البغرير وما كينجحش ليكم، في هذا الفيديو غادي تلقاي الحل النهائي بإذن الله. طريقة سهلة وبسيطة لتحضير البغرير بالسميد فقط بلا دقيق أبيض، والنتيجة مشهد وخفيف وناجح 100%. غادي نشارك معكم المراحل باش ينجح معكم من أول مرة خطوة بخطوة وبلا تعقيدات. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كناخد الكاس ديال الطحانة، كندير فيه سميده رقيقه ديال الحرشه، كنضيف الكاس الاول، كنزيد على الكاس الثاني معلقه صغيره ديال الملح اولا نصف معلقه وكتبقى على حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الخميره. الماء كنضيف الكاس الاول، الكاس الثاني، الكاس الثالث. الماء كيكون دافي، يعني هاد البغرير هز لينا 2 كيسان ديال السميده مع 3 الكيسان ديال الماء دافي. كنخلط وكنديرها الطحن. ضروري من هاد العمليه ما كنطحنوش بزاف، فقط كنخلطو. الا طحناه بزاف غادي يطلق لينا الخيوط. هذا هو السر ديال البغرير باش يجي ناجح معكم، ما طحنوش بزاف. من بعد كنزيد ليه كيس ونص ديال خميره الحلوى وكنردو يتطحن غير شويه، ماشي بزاف، فقط تخلط لينا الخميره مع هذا الخليط. هنا بان ليا شويه خفيف، زدت 2 معالق ديال السميده. ولا نتوما بان لكم القوام هو هذاك ما تزيدوش. كنرجعو تاني كيطحن غير واحد شويه فقط. ركزوا معايا مزيان، هاد القياسات مهمين بزاف، حتى هما السر ديال نجاح البغرير. الا تبعتي نفس القياس راه النجاح مضمون ان شاء الله. هنا الا بغيتو تضاعفوا الكميه ديروا هاد الطحنه، كتحيدوها وكتزيدوا طحنه اخرى بنفس القياسات اللي عطيتكم وكطيبوها حتى هي. من بعد ما كنخلوش العجين يختمر نهائيا، فقط كيرتاح شويه. بين ما غسلنا الطحانه وجمعنا سطح العمل كنبداو نطيبوه مباشره. وإلا بغيتي الكمية كتيرة كتضاعفي المقادير، كديري الطحنة الأولى كتحيديها وكتزيدي طحنة أخرى. بالنسبة لطريقة الطهي، ضروري من المقلة ديال الطيفة اللي تكون مزيانة، كنديروها تسخن فوق النار. من بعد كندير فيها شوية ديال الخليط وكنحطها فوق البوطة على نار تكون مجهدة. ما كنزيدوش تاني العافية بزاف حتى الأخير، وإنما النار تكون فوق المتوسطة باش يجيكم مشهد وينجح معاكم. ما عليكم الا تتبعوا هاد المقادير مضبوطه وتتبعوا هاد المراحل اللي درت معاكم وتتبعوا هاد النصائح، وان شاء الله غادي يجيكم بحال ما هكا مخرج وناجح 100%. غنعاود معاكم مره اخرى باش تشوفوا كيفاش كيجي مشهد. شوفوا الثقوب كيفاش بداو كيخرجوا. كما قلت لكم حتى النار كتعاون هاد الفقاعات انهم يطلعوا دغيا. ولا كنتو ناقصين ليها بزاف راه غادي يصمت لكم وما غاديش يدير هاد العيون اللي كيكون هو سر نجاح البغرير. كنتمنى تجربوا هاد البغرير في ديوركم وتصايبوه لوليداتكم. راه ساهل بزاف، كلشي المكونات راه متوفرين في البيت ودغيا كيوجد. يعني فرمشة عين وانتي كتعمري حداك براتاتاي كتوجدي البغرير، اولا لضياف الغفله ما بين ما عمرو اتاي كتوجديه. كيجي خفيف وساهل. وإلا بغيتو الكميه اكثر دوبلو المقادير. انا هنا درت 2 طحنات، قد ما بغيتو ديروا 3 ديروا 4 على حسب افراد العائله اولا المناسبه اللي عندكم. غير ما تنقصوا ما تزيدوا حتى حاجه، حيت الا بدلتي غير حاجه صغيره النتيجه غادي تختلف. كما قلت لكم اهم حاجه في هذا الشيء كامل هي المقله. المقله خاص تكون ديال البغرير ما كتلتصقش. شوفوا هذا البغرير مشهد خفيف، هذا الشيء كيدوب في الفم ماشي غير كيتكال، بلا دقيق ابيض، ناجح ومضمون، والاهم اقتصادي ودغيا كيوجد. إلا عجبتكم وصفة اليوم ديروا لايك باش توصل لأكبر عدد، وبارطاجيو مع أي واحد كيعاني مع البغرير. خليو لي كومونتير قولوا لي واش نجحات معكم ولا لا. وما تنساوش لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس إلا كنتوا أول مرة تزوروا القناة. ونتلاقاو في فيديو جديد.